الحاجه السلام عليكم، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو نناقش انتصار ديال الرجاء اليوم على المولوديه ديال الوجديه. انتصار اللي كان بجوج لواحد، جا كاستمراريه وكيأكد الصحوه ديال الرجاء اللي انتصرت الانتصار الثالث على التوالي بعد ما انتصرنا على بطبيعه الحال على اتحاد طنجة 3-0 هنا في دونور، ومشينا لبركان اللي انتصرنا بطبيعه الحال على بركان وعلى الرداد ب2-0، ورجعنا اليوم في دونور كنتصروا بجوج لواحد. الماتش غادي نهضروا عليه بطبيعه الحال، ولكن قبل بغيت نهضر انا على الميساج زوين اللي دوزوا اليوم، اللي دوزوه لي زيرترا بطبيعه الحال ايجلز اللي طلعت هذا الميساج، واللي كان فيه رساله قويه الحفيد ديال مانديلا، الحفيد ديال مانديلا بطبيعه الحال اللي دوزوا او مروا العسكر الجزائري، عطاوه كلمه افتتاحيه في افتتاحيه ديال الشام، واللي من خلاله حاولوا يمروا الرسائل السياسيه بطبيعه الحال. الحفيد تاع مانديلا اللي مشى معاهم في الطرح، واللي قال في ذاك الافتتاح باللي معا لتحرير المستعمره المتبقيه الاخيره في افريقيا. هنا كيقصد الصحراء المغربيه، او بطبيعه الحال هما كيقولوا الصحراء المغربيه، الصحراء الغربيه، ولكن الصحراء جزء لا يتجزأ من البلد ديالنا الحبيب. واليوم الرجاء وجمهور الرجاء رد بميساج اللي كان زوين بطبيعه الحال. والميساج هنا اللي غتشوفوا قدامكم كيقول باللي المستعمره الوحيده المتبقيه في افريقيا راه هي اورانيا، واورانيا هي واحد المدينه صغيره في جنوب افريقيا اللي كيسكن فيها غير اصحاب البشره السوداء، عفوا البشره البيضاء، وهي ممنوعه على اصحاب البشره السوداء، ومازال كيطبق فيها قانون الميز العنصري. هذا ميساج كان زوين، ميساج جميل بالنسبه لي، انا عجبني هذا الميساج. كيذكر بزاف في 2013 بطبيعه الحال في كاس العالم اللي الفيفا قررت ان تكون دقيقه صمت بطبيعه الحال على نيلسون مانديلا، وجمهور ديال الرجاء رفض. كنظن ان علاش جمهور الرجاء رفض، الجواب كندوركم خديتوه دابا بعد مرور 10 سنوات. بالعوده للماتش، الماتش بطبيعه الحال كانوا فيه بزاف الحوايج ايجابيه سلبيه. الحاجه الكبيره اللي كانت سلبيه بالنسبه لي، نقطه سوداء في الماتش، هو حركاس خدا صفراء اللي ما كانتش بالنسبه لي، ما كانش داعي ليها. حركاس عطاه الرداد صفراء ضد بركان فابور، خديتي اليوم وعارف انت عندك 3 وعاودتي خديتي صفراء وانت عارف قيمتك قداش عندنا، وقيمتك في البوست ديالك اللي ما كاينش اللي غيلعب فيه، قيمتك وسط التيران اللي قيمه كبيره عندنا. حركاس كان يقدر يتفاداها، ما اللي وقع دابا بالنسبه لي مدرب غيكون في حيره ديال بصح شكون غيلعب في داك البوست، سيرتو عندك ماتش مهم بزاف مع الجيش. مهدودي مصاب، بقى عندك مقدم بوحدو، واش غتلعب حداه العراسي ولا غتلعب شي واحد اخر؟ ما عرفتش. الرجاء في الشوط الاول دخلات الماتش، الشوط الاول بطبيعه الحال بالنسبه لي انا ما كانش زوين. ما شفناش داك الريتم العالي، ما شفناش الضغط العالي، وما شفناش الرجاء كتقلب انها تماركي بقدر ما انها كانت كتحاول ما امكن انها تبني ومن طون ما تسجلش عليك. وما كانتش الرجاء كتغامر بزاف، ما كتضغطش بزاف باش تمشي للشبكه. الشوط الثاني ضد مجرى اللاعب بينالتي الوجده، ولا خصك تعادل وعاد تعاود تماركي الرباح في بلاصه ما انك كنت كتقلب على بيت. دابا ولاو خاصين بجوج، الماموريه صعبت اكثر، ولكن رده الفعل ديال اللعابه عجبتني بزاف. داروا بزاف المحاولات، وصلوا الشبكه بزاف المرات، تزقلوا بزاف الكواريت، ماركو 2 بيوت. بطبيعه الحال هنا تعجبك هاد رده الفعل، تبغي تبقى تشوفها ديما، كتشوف داك الضغط العالي، الضغط على حامل الكره، كتشوف داك الرياكسيون ديال اللعاب بعد ما تمارك عليهم بيت. هنا فين كيعجبك الحال هو ان اللاعب بدا كيقتنع ان الحاجه الوحيده اللي خصو يدي من الماتش هي 3 بوين، ما خصو حتى شي حاجه اخرى، ما خصوش يتعادل ولا خصو يخسر، لا حتى حاجه ما غترضي لا اللاعب لا الجمهور من غير انه ياخذ 3 نقاط. خصك تقلب عليها باي طريقه. اليوم شفنا ديك رده الفعل بعد ما تماركا، ما شفناش قبل، مي بعد ما تماركا شفنا 2 البيوت واللي امنوا لينا النتيجه وخدينا 3 نقاط اللي غاليه بالنسبه ليا. غادي نقول واحد اللاعب بالنسبه لي خابه وخا ما يماركيش انا بالنسبه لي ما يماركيش خابه، ولكن واحد الدور كيقوم به كبير. دور كبير في التنشيط الهجومي. راه خابة صعب على اي لاعب كيلعب في الكاري كنمرة 9
يلعب ويدير داك الدور ديالو اللي كيدير، لانه كيفتح اللعب، كيقلب، كيدير، كيعطيك حلول. وراه شفتوا البيت جبيوش ماركا مع طنجة، ولكن غنهضروا على البيت اللي عطاه مع بركان، وعطى بزاف المحاولات اللي زقلوه. اليوم شفنا عطى البيت، هو اللي جاب البيت وعطاه. بطبيعه الحال الهبطي اللي عطى تمريره للبوزوق ماركا، زائد عطى ثاني الرحيمي وضربات في البوطو. اللاعب اللي كيدير خدمه كبيره بصح. بوزوق ماتش ورا ماتش كيبين لك ان الدري تانتيغرا في الجروب بواحد السرعه. الدري داخل، الدري باغي يبين، ديما كنت كنشوفونا باغي يبين. قلت سابقا ان ما كرهتش بوزوق ماركي، بغيت نشوفو ماركي. اليوم فرحت بالبيت ولكن فرحت بوزوق اكثر، لان داك البيت غيعطي حماس، البيت غيخليه يدخل، غيحرو من الضغط، البيت غيخليه يدير بزاف د الحوايج ويخرج من داك بوزوق، لانه عنده امكانيات كبيره. واحد اللاعب اللي هو بن غيت، بصراحه بزاف كيشوفوا انه مازال ما عطاش، وانا عارف بزاف رجاويين تايقين في داك الدري انه عنده شي حوايج، ولكن المشكله انه ما تانتيغراش مع الجروب، ما داخلش مع الجروب. كيبان لك بحال اللي باقي حشمان، باقي غريب، باقي براني، كيبان لك بحال هكا. دونك الدور ديال الدراري هو ديك اللحمه ديال الجروب ديجا كانت في الرجاء، واحد الجروب اللي كان زوين بزاف، وكتحس بديك العائله، كتحس بها مجموعه. والكلمه ديال العائله راه شي ناس كيصحبوا ديالهم. رجع البطوله كورونا، فاش طلع الجمهور، فاش طلع اللعابه وطلعوا بلاصتنا، جلسوا بلاصتنا فاش داو البطوله، وسمعهم واش قالوا. سير رجع اسمعهم واش قالوا، وسمعنا حنا شنو كنا نقولوا عليهم. العائله ما فهمتش كيفاش بغى يردوا عليهم هذوك الناس. والله ما فهمت هذه الكلمه. والسير انا اللي حمقات لي السير، واحد يقول لي سير ديالنا، قلت لي ملي السير ديالكم، ملي حنا كنا كنجلسوا في دونور من صغرنا، شنو كنا كنقولوا؟ هيا اذهب يا ياجور ارجوك، كنا كنقولوا السير. اش كنقولوا ملي عقلنا حنا كنقولوا السير. ترى ما يمكنش، انا حماق مع هاد الناس. ما علينا، والله ما عقلت فين نخليه كاع. ما علينا. بالنسبه للبوزوق، دير ماتشات مزيانين. بنغيت كذلك غادي نتمنى بنغيت ياخذ فرصه، ونتمنى بنغيت ياخذ ثقه، ونتمنى بنغيت الدراري يعطوه الثقه. علاش؟ حيت هذاك الدري عنده امكانيات، والله عنده امكانيات، غير ما دخلش مع الجروب. والجانب المظلم ديال بنغيت راه هضرت عليه نهار تعاقدت مع الرجاء، رجعوا الفيديو ديالو. قلت حاجه وحده اللي خايب من بنغيت مزاجي، ماشي بحال بوزوق دريويش ظريف وراسو خفيف وما يديرش لك مشاكل. بنغيت هو مزاجي هكاك، لا مع ترجي لا مع المولوديه، ديما هو بحالكم مزاجي، بحال كدير متولي، دير العاجب راسو. يعني خصو داك المدرب اللي يحاول يجبد منه داك الشيء اللي خصو مدرب يقرب منه كثر ما مدرب يشد مع الضد، لانه حنا تعاقدنا معاه. عندك بوست ديالو اول حاجه اجنبي، زائد انا كتعاقدتي معاه بالفلوس، دونك علاش غنضيعو حنا في الصفقه؟ والدري عنده امكانيات، الا كانت خاصها شي حاجه، شي نغيزه، شي تعاونوا معاه باش ما نضيعوش في انتداب، لان الدري زوين. خصو غير يدخل، خصو شويه الوقت، وخصو يدخل في الجروب. الهبطي اشنو غتخسر؟ الهبطي اللي عطيت شي باس. انت اليوم بنتي كبير، بنتي كويري، والناس كيهضروا بكذاب. علاش؟ عطيتي باس، وداك الباس ماركات. شحال من مره كتعطيك فرصه انك كتعطي اسيست تدخل الكره للشبكه، لا كتعجنها وكتبغي تماركي انت في بلاصه ما تبغي تكبر راسك في عينين الجمهور، كتصغار. دونك راه الكره هي هذه. راه انا هضرت شحال هضرت على خابه هضرت عليه بزاف، راه ما ماركا ما عطى باس، ولكن دار خدمه كبيره وعطاك انت كره، وعطى بزاف الكره، كيدير خدمه كبيره ونجي نشكرو واخا ما يماركيش. واليوم فهمتي كنشوفو كرا باغي دير شي حاجه، ما شفتهاش اليوم، شفتها قبل، فهمتي شفتها من قبل، شفت شي 3 الماتشات دابا الاخرين. نفسيا انت باغي دير شي حاجه، ماشي في رجليك. انا الحركات ديالك والفرحه ديالك مع الجمهور، باغي دير شي حاجه، فحضر راسك ودير شي حاجه. لانه واحد النهار كنت انا وياك في ابل طيف من قطور، قلت لك زكريا راك خويري، صغر راسك شويه، راك كبرتي، راه ما بقيتيش ديال الامل، راك كبرتي على الامل. لا
راه في عمرك غادي ل 25 عام هابطين. 25 عام خاصك تكون ما عرفتي شنو درتي في الكره، حضرتي راسك بحالك قلتي لي كاين. اهم في هذا الماتش كنظن هو خدينا 3 نقاط، هذه اللي كانت مهمه بزاف بالنسبه لي انا. 3 نقاط اليوم، 3 نقاط اللي غتخولك تبقى غادي مع الفراقي، تقاتل معاهم هذا العام على بطوله شاعله ديال بصح. ما عندك ماتش السيمانه الجايه، ماتش صعيب، ماتش ماشي ساهل، ماتش مع الجيش. الجيش هذا العام واقفه مزيان، الجيش هذا العام كتقلب على اللقب، حتى كتقلب على اللقب، بزاف الفرق كيقلبوا على اللقب. دونك بالنسبه لي ماتش ديال 3 نقاط لا غير، تمشي غتاخذ 3 نقاط وترجع سالين. هذا هو زعما من الاخر. ولكن الا بغيتي تدخل في شويه في تفاصيل ماتش صعيب بزاف، ماتش صعيب سيرتو انت ما عندكش دفاع. جوج اللعابه اللي كيلعبوا لك في لاكس ما كاينش حركاس 4 انذارات، وما كاينش الهدهودي مصاب بقى من قدام، شكون غيلعب معاه؟ واش العراسي ولا المدرب شكون غيلعب الله اعلم. ما اللي كنتمنى كان ديك اللحمه والاراده ديال اللعابه، باغيين يجيبوا 3 نقاط وباغيين يفرحوا هما وباغيين يزيدوا ياكدوا ان الصحوه ديالهم والانطلاقه ديالهم ما كانتش زعما غير وهم ولا شي حاجه، بالعكس راه حنا رجعنا وحنا جايين وباغيين نديروا شي حاجه العام. كنتمنى الماتش الجاي يكون ديالنا، لانه الا خديتي هذيك 3 نقاط غتكون طلعتي درجه اخرى، والثقه كتزاد. هادشي اللي كنهضر عليه من الاول ملي كنتعادلوا وكنخسروا. كنقول لكم راه مساله الثقه، راه مساله الثقه. من ملي اللعاب كتكون مهرسه ليه الثقه صعيب يعطيك كيدخل بواحد الثقه مهزوزه. علاش يعطيك هو ثقته مهزوزه؟ راه لعبنا الكره ودوزنا الكره. بالعكس ملي كتدخل موتيفي ومتحمس وباغي الرباحات، كتربح ماتش كيموتيفيك. لعب كيموتيفي الراس، ولا ما تسناش انت تغوت عليه بالجمهور ولا تغني ليه. الرباح هو اللي غيموتيفي. راه واخا ما عرفتش شنو دير، راه كانوا كيخسروا كيخرجوا يصفقوا عليهم، ولكن مهزوز، النفسيه مهزوزه. وبرافو حتى الجمهور.